أهلا يا أصحابي. النهاردة معانا حلقة جديدة مع برنامج كاتب وكتاب، والنهاردة معانا الدكتورة حنان إسماعيل. المرة دي في قصة تانية اللي هي القصص اللي هي تحتوي على مضمون وهدف وقيم. القصة بتقول عنوانها الحذاء الباكي. أنا الحذاء شاركت في مسابقة بين فريقين في قدم طفل صغير، وأثناء اللعب الركلات التي كان يسددها كلما اصطدمت بالكرة حيث كنت مثقوبا من الأمام، وكلما تكررت ركلاته زاد ألمي أكثر وأكثر. لقد استأت كثيرا، فالطفل ينتعلني منذ سنوات كلما أراد الخروج ولا يستبدل بي آخر، في المدرسة وفي النادي وعند شراء طلبات أمه. نظرت إلى أرجل الأطفال الأخرى فوجدت أحذيتهم جديدة. كنت أشعر أن الجميع ينظر إلي ويسخر من ثقبي. شعرت بالحزن وأخذت في البكاء، فأبطأت خطوة الولد الذي يرتديني، فقام المدرب بإخراجه لأنه يضعف أداء الفريق. جلست على كرسي الانتظار حتى نهاية المباراة، وكانت المفاجأة لقد كان حذاء اللاعب الفائز متعدد الثقوب. فهمت ايه من القصه يا حمزه؟ أنا فهمت اللي هو مش الوحيد الحذاء اللي هو المتقطع، فهو الفائز هو نفسه هو الحذاء اللي متقطع، فهو كده عادي ممكن نغيره أو ممكن ما ينفعش، بس عادي إما احنا ممكن برضو نحافظ على الكوتش بتاعنا، بس ما ينفعش نهمله. ده اللي أنا سمعته. وانت عبد الله فهمت ايه؟ انا فهمت برضك ان احنا لازم نحمد ربنا على النعمه، ان هي انما عشان في شوز بتبقى وحشه، بس الحمد لله يعني. تمام. انا عايزه اقول الفقر مش عيب. يعني لو بابا معهوش فلوس يجيب لك كوتش جديد ده مش عيب وما ينقص منك حاجه. ليه؟ لان ده اللي ينقصك اخلاقك وتربيتك ودينك. تمام؟ يعني انت دلوقتي شاطر وبتتدرب، فلما انت بتتدرب هو الكوتش لما يكون مقطوع او سليم هيأثر في التدريب؟ لا طبعا. تمام. هو دلوقتي هو زعلان، الولد حاسس ان هو الفقر عيب. الفقر مش عيب نهائي. العيب هو فقر النفوس اللي هي الاخلاق الوحشه، هي دي اللي عيب. لكن مش معنى ان الكوتش ده مقطوع يبقى هو كده ايه مش هيعرف يجيب اجوان. لا، هو لو متدرب كويس وبيسمع كلام المدرب وبيحضر كل المواعيد بتاعه التدريب هو هيبقى متفوق كفريق، يعني في المكان اللي هو بيلعب فيه في النادي. تمام. لكن هو بقى اما زعل قعد يعيط فاتعطل عن المباراه، المدرب طلعه بره. طب دخل واحد تاني مكانه، اللي دخل مكانه ده الكوتش بتاعه كان متقطع اكتر، يعني التاني كان عنده ثقب من قدام، ده كان متقطع اكتر، ورغم كده الولد ده فاز. ليه الولد فاز؟ انه بتدريبه واثق من نفسه، مش حاسس ان الفقر عيب. لا، هو مقطع بس دخل ولعب وعمل اللي عليه وفاز. يبقى كده نقول الفقر مش عيب. اما يكون بابا مش قادر يجيب لي حاجه ما ازعلش، هو اكيد اول ما هيقدر يجيب هيجيب لي. بابا بيتاخر عنك في حاجه؟ مستحيل. بابا بيتاخر او ماما؟ ما حدش بيتاخر عننا في حاجه. يبقى ما يقول لك مش معيش دلوقتي ما نزعلش. اول بابا ما هيجي له فلوس او ماما هيجي لها فلوس هيجيب لي اللي انا عايزه، وهم ادرى يجيبوا امتى. تمام. لكن موضوع ان هو يزعل علشان الكوتش بتاعه مقطع فيخسر ويطلع من المباراه، هو كده اتصرف صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. ان هو كان المفروض ايه؟ يكمل المباراة. مظبوط كده، مظبوط كده. لو هو كمل كان كسب، لان هو بيتدرب بعقله مش بيتدرب بالكوتش اللي هو المقطع او سليم. تمام. يبقى كده الفقر عيب؟ لا. الفقر فقر ايه؟ فقر النفوس مش فقر الفلوس. تمام. في ناس اغنياء واخلاقها وحشه، لا، يبقى احنا بنتكلم ان الولد يكون بيتدرب كويس، اخلاقه كويسه، عنده اخلاق رياضيه، يعني حتى كسب او خسر ما بيزعلش. ليه؟ لان الرياضه مره فايز ومره
خسران عادي جدا. تمام، يبقى بروح رياضيه بنتقبل الهزيمه وبنتقبل الفوز. ايه رايك يا عبد الله في عنوان القصه الحذاء الباكي؟ معبر ولا مش معبر عن المحتوى؟ لا معبر قوي، هو معبر. جميل جدا. وانت يا حمزه؟ هو المفروض اللي هو ما يقولش الحذاء الباكي، يبقى ايه؟ المفروض اللي هو يقول الولد الذي معه حذاء الذي يبكي. لا كل ده لا بص، العنوان بيبقى يا اما كلمتين او ثلاثه، اختار حاجه في الحدود دي، كلمتين او ثلاثه، عشان ده عنوان قصه صغيره. الفائز هو الفائز الذي حذاءه كده هتبقى جمله مخروم مثلا. تمام، حلو قوي. طيب دلوقتي انت بتلعب رياضه؟ بتلعب ايه؟ سباحه. جميل. بتستفيد ايه من لعبه السباحه؟ بستفيد الرسول قال عليه الصلاه والسلام اللي احنا لازم نتعلم 3 رياضيات، اللي هو ركوب الخيل، السباحه والرمي. علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل عليه الصلاه والسلام. وانت يا عبد الله بتلعب رياضه ايه؟ انا بلعب سباحه وكيك بوكس. سباحه وكيك بوكس. طب بتستفيد ايه من الكيك بوكس؟ الكيك بوكس يعني انا ما بستخدمهاش في الاذى خالص، انا بستخدمها في الدفاع عن النفس. لو واحد صاحبي قال لي تعالى يعني تمام. ايه في حد معايا هيتخانق معايا، بقول له ماشي، هو ليه حصل ليه كده يعني، لكن ما بستخدمهاش. انت بس بتقف جنب صديقك يعني عشان ما حدش يضربه او كده، وبعد كده هو كمان هيرد لي برضك ما انتوا اصدقاء بتدعموا بعض. طب ايه رايك في اللي بيلعب رياضه علشان يضرب الاطفال، يفتري عليهم، يتنمر عليهم؟ ايه رايك؟ لا اقول له كده غلط، ما ينفعش كده، يعني احاول اقنعه برضك. تمام، ان هي الرياضه مش عشان نفتري على غيرنا، الرياضه علشان نقوي جسمنا احنا. طيب دلوقتي فايدة الرياضة، هل ان انا عشان انا نفسي، عشان انا اقوى ابقى جسمي كويس، ولا عشان افتري على عيال صغيرة والعيال تخاف مني؟ لا، انت قلت كده ما ينفعش نفتري على العيال الصغيره، عشان هي معاش القوه اللي هم يدافعوا عن نفسهم. لو كانوا بس معانا كده في لعب عنف يبقى ويضربوا كده في البطوله عادي، ممكن نضرب عليهم عشان ممكن نكسب، عشان دي فايده دي البطوله. كمان دي مش اخلاق رياضيه. بالعكس، احنا المفروض ان احنا نمنع الضرر عن حد بيضرب الضعيف. تمام. طيب اختم بقى الحلقه يا باشا، اتبسطت من الحلقه، قول بقى كمل. الحلقه دي بصراحه كده حلوه. وهنا الحذاء الباكي المفروض اللي انت ما ينفعش الفقر مش عيب، هو الفقر مش عيب. شويه لما يكونش معاهم الفلوس، ما يكونش معاهم الفلوس وهو عايز حذاء جديد او كتاب جديد هو نفعه في المستقبل، فنهدى شويه ونبقى ناخده في المستقبل. ده رايي. الحذاء الباكي بقول يعني ان الفقر مش عيب، هو لو يعني عادي يعني ان انت تبقى فقير. تمام. انا سعدت بيكم، سعدت بحمزه وسعدت بعبد الله، وان شاء الله نلتقي في قصص تانية كتير. ارجو ان تكونوا استفدتوا من القصص يعني. طبعا. تيجوا يلا يا اصحابنا نعرف ايه هي قواعد المكتبة. المكتبة هي مكان جميل جدا، تقدر تقرأ فيه كتب أو تقعد تذاكر فيه أو تستعير كتب وتروح بيها البيت معاك. وعلشان المكتبة تبقى مكان جميل لينا وكمان لأصدقائنا اللي بيقروا معانا،
لازم نخلي بالنا من شوية حاجات. أول حاجة إننا ما ينفعش نضحك بصوت عالي وإحنا قاعدين في المكتبة أو نعمل أي أصوات مزعجة، لأن ده ممكن يزعج أصدقائنا اللي قاعدين عايزين يركزوا في القراية. تاني حاجة، إحنا نقدر نطلب مساعدة أمينة المكتبة تجيب لنا الكتب اللي إحنا عايزينها، وكمان لو عايزين نروح بالكتاب ده يعني نستعيره، بنروح لأمينة المكتبة وهي بتسجل اسمنا وإننا استعرنا الكتاب ده. بس ضروري نرجعه في ميعاد رجوعه اللي هي بتحدده لنا. وكمان ما ينفعش ناكل ولا نشرب في المكتبة لأن ده ممكن يبهدل الكتب. أصحابي، القراية هواية جميلة جدا والكتاب خير صديق، علشان كده لازم نحب مكتبتنا ونحافظ على كتبنا. خلصت حلقتنا مع برنامج كاتب وكتاب، ويا رب تكون عجبتكم.